البعض يقول والله احنا براءتيين واحنا كذا، ولكن يتكلم كلام غير منضبط ويسوي له قنوات واحنا براءتيون واحنا كذا والجماعه بتريون. يا ليش بتريين؟ انتم على حال ما تلعنون بشكل علني، انتم ما تتبرؤون من اعداء الزهراء بشكل علني. نقول له اسكت، هذا تعاليم اهل البيت، تعاليم اهل البيت انه حافظوا اتقوا، التقية ديني ودين آبائي. نحن نعم براءتيون، ولكن مو بالطريقة شو اسميها؟ اللندنية. اللندنية ما نريدها. اللي يحاولوا أن يشقوا عصا المسلمين بطريقة أو بأخرى قاعد هناك يتكلم باللي يعجبه، وبسبب كلامه يفجر المؤمن والشيعي في أفغانستان. هذا إيمان؟ هذا تقوى؟ تعرض المؤمنين للهلاك. وفي وصية الإمام الصادق لشيعته أنه لا تتكلموا. رب شخص في المغرب يقول ويحدث الناس بحديث وهو في مأمن بلاد الأمن والأمان، يتكلم فيجعل المؤمن في بلاد الخوف في خطر. بلاد الخوف أي بلاد؟ بلاد اللي يسيطر عليها الجهات التكفيرية، جهات الكذائية، ذولاك مساكين راح يكونون في خطر، فلا تعرضوا إخوانكم للخطر. نعم احنا براءتين، ولكن بطريقة الإمام الصادق، مو بطريقة فلان وعلان.